أنا اسمي المقدم كريم الشاذلي، شغال في مباحث القاهرة بقالي 14 سنة. شفت في حياتي جرايم كتير، قتل وخطف وسرقة، لكن في حاجات بتفضل محفورة في العقل كأنها بتتكرر قدامك كل يوم. والقضية دي كانت واحدة من النوع اللي بيكسر القواعد المنطقية كلها. القصة بدأت يوم 18 فبراير، الساعة كانت 3:30 الفجر. تليفوني رن وصوت أمين الشرطة في النجدة كان باين عليه الارتباك، كان باين بوضوح. ولقيته بيقول لي: يا باشا، في بلاغ غريب في منطقة حارة البركة في حي رود الفرج. ريحة وحشة طالعة من شقة، والجيران بيقولوا إن في أصوات بتتسمع بقالها يومين، وأكتر من جار قال إن في حاجات غريبة بتحصل في البيت ده. المنطقة دي أنا أعرفها، قديمة، شوارعها ضيقة، ولياليها له طابع كئيب. لكن أكتر حاجة تلفت النظر إن أهلها متدينين، ومع ذلك فيها ناس بتلعب في موضوع السحر والأعمال من زمان.